يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح الهنا، صباح السعادة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. إن يجعل نهاركم كده كله هنا وسعادة وبركة، اللهم آمين. اخواتي وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو نزلته لكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم في قناتي ده شرف ليا، منوريني ومشرفيني كده. ربنا يديمكم نعمة في حياتي اللهم امين. النهارده بقى فيديو جديد، انا ريهام احمد، دي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتزودي عيلته البسيطه دي، ويلا بقى عاوزين نوصل ل1000 مشترك كده. لسه المشوار في اوله، بس الحمد لله طول ما انتوا واقفين في ظهري وسند ليا بعد ربنا، عندي يقين بأمر الله بأمر الله ان هيبقى ليا رزق في القناة دي عن القناة التانية. فربنا يديمكم نعمة في حياتي، وشكرا لكل اخ واخت دخلوا اشتركوا في القناة. وجودكم في قناتي كده في حياتي ده شرف ليا، مشرفيني مشرفيني مشرفيني. يلا بسرعة بقى، انا ريهام احمد، دي قناتي. لو لسه اول مرة تشوف قناتي يا قلب اختك، تأكدي ان اشتراكك هيفرق معايا جدا. اشتركي من علامة الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر. اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد على القناة، يوصلك اشعار بيها قلب اختك، تدخلي كده تنوريني باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. النهارده بقى فيديو جديد كده، تعالوا ناخد حسنات مع بعض في اول الفيديو، ونذكر ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاه تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وياتي بها الفرج. النهارده الروتين بتاعنا من المطبخ كده، يلا شماري كده وادخلي برجلك اليمين كده، حبه نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه اطلعي بيهم من الفيديو ده. يلا شوفي ايه اللي وراكي، لو وراكي اي حاجه ورد، وراكي صلاه، روحي صلي وتعالي. دي الامانه اللي ما بيني وما بينك ليوم القيامه. يلا انزلوا صلوا على النبي كده في التعليقات، خلوها شفيعة عليكم ليوم القيامة. اول ما دخلت على مطبخي زي ما انتم شايفين كان مكركب وحالته بالبلة. مين بقى اللي زي كده ومش قادر يقوم من مكانه والحر مفرهدنا؟ يا دوبك بعمل الاكل وناكل، حتى المواعين مكان الاكل ما بنضفهاش او بغسلها، يعني بسيبها لتاني يوم كده. الواحد يكون صاحي كده من النوم عنده شوية طاقة، اقوم ايه قايمة بقى شايفة ايه اللي ورايا. ساعات بعمل اللي ورايا ده المطبخ قبل ما انام، بس في النادر على فكرة ما بعمله قبل ما انام. وعلى طول يعني اكتر الاوقات بعمله اول ما بصحى من النوم كده، بحس ان انا على بال ما اعمل الفطار، يعني انضف المطبخ واقف اعمل الفطار كده، بحس ان طاقة ايجابية كده في المطبخ، او ان انا واقفة كده والمطبخ نظيف. هتقولوا لي على فكرة لو عملتيه قبل ما تنامي هيبقى احسن. عاوزة اقول لكم ان بيبقى طول النهار هدة، يعني كفاية مش شغل البيت بس اللي بيبقى علينا، لا ده بيبقى مذاكرة وحفظ وكتبان واجب. ايه يا مروان؟ مروان ابن اختي يعني مش مخليني حتى اتهنى ان انا منتج الفيديو. ربنا يبارك فيه يا رب، اللهم امين. ويعني يعني اليوم مضغوط، تحسوا ان اليوم مسافة ما بيبدأ مسافة ما بيخلص، الايام دي بتخلص امتى مش عارفة. فعلى بال بقى ما نخلص اللي ورانا واعمل الاكل وكده، فما بقاش في طاقة ان انا اقف اعمل اي حاجة تاني. انا من الناس اللي يعني خلاص انا طاقتي خلصت خلاص، يعني تحسوا ان انا بفرهد كده من الحر. والحر كمان تحسوا ان هو يعني مش مخلي الواحد يقوم من مكانه، يعني الواحد عايز مروحة 24 ساعة قاعد قدام المروحة، بس ده اللي انا عايزاه. فما بصدق ان انا اصحى من النوم، ابدا كده اول حاجه ادخل المطبخ كده انضفه، وبعدين اطلع على الريسبشن او اوضه المعيشه، او يعني ايا كان، او الركنه، اقوم منضفاها، اقوم منضفه اوضه النوم. يعني تحسوا ان هو ايه، الشغل بيجيب بعضه كده. عبال ما الولاد يروحوا الدروس ويجوا من الدروس يقوموا عاملين الواجب، على بال ما اعمل العشاء، وهكذا وتستمر الحياه بهذا الشكل. مفيش تغيير، والله العظيم مفيش تغيير. يعني البوتاجاز لو هتلاحظوا ان البوتاجاز في اول الفيديو انا نضفته، كان عليه بقايا اكل بقالي 3 ايام. يعتبر ما بقعدش في الشقة يعني. عقبال ولادكم اللهم امين، يا عقبال ولادكم ويفرح كل البنات ويستر كل البنات، يستر عرض كل الولاية اللهم امين، والبنات كلها جميعا. كان فرح عندنا، فرح بنت خالتي. فيوميا كنت يعني فرشان الشقة بقى وتوضيبات الفرح بقى، عقبال كل البنات اللي بتتفرج عليا، وعقبال ولادكم جميعا. فرشان شقة وحنة ودخلة وكده والتجهيزات بتاعة الفرح بقى. فكنت مشغولة كام يوم، فباجي اعمل الاكل ويا دوبك، والله العظيم يا بنات ساعات انا ما كنتش بغسل الاطباق حتى، يعني انا كنت برجع من بره
مفيش وقت خالص، يا دوبك ان انا انام وارجع تاني اصحى الصبح امشي، ده غير الطيور اللي بطلع لها. فتحسوا ان الايام اللي فاتت كان مكركبه شويه. فالبوتاجاز كان عليه بقايا اكل وكده، بس انا كنت عامله له تنظيفه جامده جدا. هبقى اعملها معاكم بامر الله، لان هي فرقت في البوتاجاز عندي. البوتاجاز على طول انا ايدي فيه، بس جت فتره الاكزيما اللي في ايدي لما انتشرت جامد والتهبت، والدكتوره منعت عني اي حاجه، اي منظف، بصوا الميه اللي هي الميه كان ممنوع عني. يجي على ايدي ميه مرتين بس في اليوم، ان انا اغسل بالصابونه الصبح وبالصابونه بالليل. فده كان مؤثر برضو على البوتاجاز، مؤثر على نظافه الشقه. ما ينفعش امسك تراب، ما ينفعش كده حاجات كتير يعني. فده كان مؤثر على البوتاجاز، والبوتاجاز كان حالته حاله. حتى انا صورت معاكم فيديو بس لسه ما نزلش الصراحه. انا مش عارفه، ساعات بيبقى في فيديوهات بتتوه مني كده. معايا فيديو متصور كده كنت عامله عليه اكله، وكان متبهدل، وكنت شوية عليه سمك كمان مرتين 3. فبهدل لي البوتاجاز. في التنظيفة اللي انا عملتها دي فرقت معايا جدا، كأن البوتاجاز لسه راجع جديد زي ما شفتم النهارده. يا دوبك بس شويه بقايا اكل كده على شويه زيوت كان متراكمه على البوتاجاز، مسحتها وبليفه كده او شويه صابون كده مسحته وخلاص. ما اخدش مني وقت يعني، كانش محتاج يعني اللي هو الروتين الجامد او النظافه جامده. ف اللهم ذكرني كنت هقول لكم ايه. فبأمر الله، بس مش عارفة هو هيفضل لحد امتى يعني المفروض ان انا اسيبه يتبهدل عشان اوريكم انا عملت فيه ايه الصراحة. بس برجع اقول لا، الواحد بيبقى واقف كده قدام البوتاجاز او في المطبخ، عاوز الدنيا بتشف وترف يعني، عاوز الدنيا فلة علشان يشتغل ونفسه مفتوحة. لو طبقين في الحوض بحس ان هما بياكلوا فيا. هتقولوا لي طب ما انت ماليه الحوض اهو اطباق وكل حاجة يا ست الكتكوتة انت والدنيا متبهدلة. لأ، هي دي بقايا أكل بنات. أيوه، يعني واحدة واحدة كده معايا. ده شغل امبارح نعمله الصبح كده على الريق، كده على ريق النوم يعني. نصحى الصبح، ده قبل ما نشرب كوباية مية حتى نشتغل ورانا شغل. فالمهم دخلت زي ما انتوا شفتم كده، نضفت المطبخ، نضفت بوتاجازي، نضفت الرخامة. وعلشان انا مطبخي ضيق شوية فبعاني شويتين حبتين 3، ان انا وانا بغسل المواعين مثلا ان انا احط المواعين فين. تفهمني؟ يعني مثلا بحط الاطباق اقوم لما كلها احطها في الحوض. كان في حلل فبضطر ان انا احط الحلل في بعضيها على البوتاجاز او على الرخامة. في كوبايات فالكوبايات تبقى ماليه الرخامه. فطب ايه اللي بيخليكي تغسلي الرخامه الاول؟ مش عارفه، انا بحس ان لما اغسل الرخامه الاول، المواعين اي مواعين كده بتبقى متنطوره على الرخامه او على البوتاجاز، بحس ان هي اتلمت يعني. المطبخ هدا نوعا ما. فانتوا بتعملوا ايه زي كده ولا لا؟ طبعا انا بعاني عشان المطبخ صغير. في ناس كتير بيقولوا لي يا ريهام انت مطبخك مش صغير، احنا مطبخنا اصغر من ده. عند ماما مطبخها اصغر من ده يعني، ما فيش حتى مكان ان احنا نحط قطعة مطبخ، حتى هو الحوض والبوتاجاز وخلاص. لكن عندي هنا انا حاطه قطعة مطبخ اهو، واخد التلاجة، واخد الغسالة، واخد البوتاجاز وكل حاجة، اللهم بارك. بس حاسة ان هو ضيق، مش عارفة ليه. ربنا يوسع علينا وعليكم وعلى أمة محمد، اللهم أمين. لو وصلت لحد هنا قلب أختك فأكيد الفيديو عجبك. يا ريت يا ريت بالله عليك، بالله عليك، بالله عليك، ربنا يجازيك كل خير، وينور لك كده طريقك، وينور لك حياتك كلها، ويجعل لك نصيب من جبر الخواطر، اللهم امين. يا ريت تنزلي تشتركي دلوقتي في القناه، وتفعلي زر الجرس، وتبقي اختي كده وصاحبتي وصديقتي وكل حاجه. بحب ان انا اشارك معاكم يومي، لان انا ماليش اصدقاء نهائي. ربنا ما نعمش عليا ان انا يبقى ليا صديقة حتى في الحياة. ليا اخواتي ربنا يبارك لي فيهم، اللهم امين. لكن ما عنديش، كان نفسي يبقى ليا صديقة كده مميزة او حد مفضل في حياتي، فربنا ما انعمش عليا بالنعمة دي. فانا حابة ان انا يبقى عندي قناة ومتابعين واخوات منكم، من وسطكم انتم، انا ابقى انا اللي عاملاهم وداخلين علشان حابيني انا. فاهمين الفكرة ازاي؟ فيا ريت يا ريت ربنا يكبر بخاطركم، اللهم امين. توصلوني ل1000 مشترك، لان المرحلة صعبة جدا. طبعا انا كل فيديو بقول لكم ان انا كان عندي قناة تانية وصلت فيها خلاص اهو على 9000 مشترك، وسبتها وما كانش ليا نصيب فيها، لاني ما هيش متشافة. بتعب على الفيديوهات، بتعب على على الروتين، بتعب على المحتوى.
كصور كمونتاج بتعب جدا جدا، والقناة مش متشافة، فقلت اكيد فيها حاجة غلط او غلطة انا عملتها في القناة، فسبتها، يعتبر رميتها بعد تعب 3 سنين عليها. طبعا انا كنت شغالة غلط في الاول، كنت بدخل جروبات، كنت بدخل، كنت شارية مشاهدات، فده كله كان غلط. فبلاش يا بنات، لو اي حد هياخد الخطوة بتاعت القناة دي، بلاش الفكرة انك تشتري يعني ايه، اللهم ذكرني في كلمة كده عايزة اقولها لكم بس مش عارفة اجيبها ازاي. المهم، استمري على نفسك، واحدة واحدة ان شاء الله هتوصلي. ان شاء الله عندي يقين في ربنا ثم انتم، ان طول ما انتوا واقفين في ظهري كده وسند ليا، بأمر الله القناة هتتشاف ويبقى ليا نصيب فيها، ويا ربنا هيكبر خاطري ويعوضني عن القناة التانية. فربنا يكبر خاطركم يا رب، اللهم امين. شكرا لكل اخ واختي عندي في القناة، منوريني ومشرفيني من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم في حياتي ده شرف ليا. فكده كنت خلاص خلصت المواعين كلها، وما أدراكم ما المواعين، الناس كلها بتشتكي من المواعين، أو مرحلة المواعين دي بتبقى صعبة علينا كلنا. فعلشان تبقي تحس ان هي سهلة كده وعدت براحة وسلام عليكي، يا ريت يا ريت تخلي لها حاجة كده في لسانك، ذكر في لسانك كده، استغفري ربنا، اذكري الله، صلي على النبي. طول ما انت بتغسلي المواعين كده هتلاقي الفترة بتاعة المواعين او الوقت بتاع المواعين عدى عليكي بكل سلام كده وبكل اريحية، ما حسيتيش ان انت مضغوطة من اي حاجة، حسيت ان يعني كان حاجة عدت هوا كده. خلي الذكر على طول في لسانكم وانتوا شغالين في البيت، خلي لأوضة النوم ذكر، خلي للصلاة ذكر، خلي لأوضة الأطفال ذكر، هتحسوا ان شغل البيت خفيف عليكم. وبس كده، النهاردة ده كان الفيديو بتاع النهاردة. حبيت ان انا اشارك يومي البسيط ده معاكم، وناخد يعني ايه باور مع بعض كده، ونحمس بعض مش اكتر او اقل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة ولو بسيطة. لو الفيديو عجبكم بقى متبخلوش عليا بأحلى لايك من أحلى اخوات في الدنيا. استنوني في فيديو جديد، دمتم في رعاية الله.